تمام. لو انا سألت برضه بتعملوا من تمام. هي مراجعة سريعة كده قبل الامتحان، وهبعت لكم فورم بعد الدرس ما يخلص علشان خاطر تحلوه، يبقى كده ثبتنا المعلومة. تمام. الإدمان يعني إيه الإدمان؟ إحنا عندنا آية في الكتاب المقدس بتقول إيه؟ لا يتسلط علي شيء. يبقى الإدمان هو عبارة عن إيه؟ عن حاجة أنا بتعود عليها وما بقدرش أبطلها، يعني بتبقى مسيطرة عليا. عارف الإدمان بسيط هو على شيء على تطبيق العادية أو الموضوع ده. تمام. يبقى تاني نقول تاني إيه هو الإدمان؟ الإدمان هو الاعتياد على شيء يصعب الإنسان الإقلاع عنه، يعني أنا بتعود عليها وما بقدرش أبطلها، خلاص أنا اتعودت عليها. تمام. المفروض إن الإنسان ربنا خلقه بإرادة حرة، يعني يقدر يسيطر على نفسه ويقدر يمتنع عن حاجة معينة وقت ما يحب، عنده حرية الاختيار والإرادة. لكن الإدمان بقى هو إن أنا أتعود على حاجة وما أقدرش أبطلها خالص. تمام. أنا اتعودت عليها وصعب إن أنا أبطلها. يبقى هو الاعتياد، تاني نقولها مع بعض كده عشان نحفظها. هو الاعتياد على شيء معين بانتظام وعدم المقدرة على الإقلاع عنه. تمام. طب ايه هي انواع الادمان؟ الادمان مش هو بس موضوع المخدرات او كده، ده يعني لما بنقول الادمان ده اول حاجه بتيجي في دماغنا، لا الادمان ده حاجات كتير قوي. منه ادمان التلفزيون، منه ادمان الكمبيوتر، النت، الموبايل، السوشيال ميديا، السجاير، الاكل، الجنس، الكحول، كل ديت ايه ادمان. تمام. يبقى انواع الادمان حاجه سهله خالص ومعلومات عامه احنا كلنا عارفين، هي الكحول، المخدرات، التلفزيون، أغاني، جنس، أكل، سجاير، نت، كمبيوتر، سوشيال ميديا، كل ده أنواع إدمان. طيب أسباب الإدمان، الإدمان ده سببه إيه؟ أول حاجة طبعا اللي هو ضعف الوازع الديني، يعني إن الإنسان بعيد عن ربنا، ما بيصليش، ما بيروحش كنيسة، ما مش مرتبط بربنا بأي شكل من الأشكال. فده بيبقى أول سبب من أسباب الإدمان. تمام. لأن الإنسان لو قريب من ربنا مش هيعمل حاجة زي كده أصلا، لأن هيبقى مليان من ربنا، هيبقى قلبه مليان من ربنا، فمش هيفكر إن هو يدور على حاجة تانية. التفكك الأسري، المشاكل الأسرية دايما بيبقى السبب الأساسي من الأسرة. لو الأسرة فيها تفكك هتلاقي الطفل أو البنت أو الولد يدوروا على الحب بره، يدوروا على إنهم يطلعوا طاقتهم بره. تمام. يحاولوا يبعدوا عن الضغط بإنهم يلاقوا أي حاجة تانية بره، بيرتبطوا مثلا بأصدقاء السوء. يبقى دايما الأسباب أو أصل المشاكل دايما بتيجي من داخل الأسرة. التنشئة الاجتماعية غير السليمة، يعني هي مرتبطة برضو بنفس موضوع التفكك الأسري. تمام. إن هو متربوش على قيم، ما تعلمش حاجات تنمي جواه قوة الإرادة. تمام. غياب القدوة واهتزاز القيم، يعني ما عندوش قدوة شايفها قدامه. كل ده مرتبط على فكرة بالأسرة، يعني ما عندوش قدوة قدامه شايفها حابب يبقى زيها. ممكن كل اللي شايفه من قدامه قدوة مش حسنة. تمام. البطالة والفراغ، دايما العقل البطال معمل للشيطان. بمعنى يعني أنا قاعد فاضي هتلاقي بقى دماغي تودي وتجيب، قاعد فاضي هقعد على النت بالساعات ولا 4 ساعات ولا 10 ساعات، قاعد فاضي هنزل على القهوة أتعرف على ناس مش تمام، قاعد فاضي هتفرج على التلفزيون ممكن على حاجات مش كويس. تمام. يبقى العقل الفارغ معمل للشيطان. أنا طول ما أنا عقلي فارغ هتلاقيني قاعد بعمل حاجات مش صح أو بمشي في سكك غلط. لكن لو أنا مشغول وعندي هدف وعارف أنا بعمل إيه ووقتي دايما مليان بحاجات إيجابية، مش هيبقى فيه يعني فرصة خالص إن أنا يبقى فيه إدمان أو يبقى فيه أي حاجة تانية مش تمام. طيب تأثير رفاق السوء دي برضو لو الأسرة مالية الطفل أو الولد أو البنت بالحب، مش
هيرتبط بأولاد السوء، لأنه هيبقى في توجيهات من الأسرة. لكن في الغالب لما بيبقى الأسرة مش قوية أوي في علاقتها مع أولادها، الأطفال أو الولاد بيرتبطوا برفقاء السوء وبيمشوا وراهم. تمام. فده تأثير سلبي أوي لرفقاء السوء. لازم نختار صحابنا بعناية. تمام. إن هو يبقى مش مدرك تأثير المخدر ده أصلا. يبقى مثلا طالب في ثانوية عامة مثلا، وشايف إن المنشطات حلوة عشان يفضل يسهر ويذاكر وكده، مش مدرك الحاجات اللي هتأذيه بعد كده منها. طبعا ده حاجة خطأ جدا، لأن دايما المخدر ما يعني لازم أستعمل الحاجة صح، مش علشان أبقى مثلا عايزة أذاكر وعايزة أسهر شوية أو أروح أخد مخدرات يعني أو منشطات، وأبقى مش مدرك التأثير السلبي للموضوع ده. لازم أبقى عارف كويس إن ده كل حاجة ليها تأثير. فأحيانا بيكون أصلا هما مش عارفين، فعدم المعرفة ده برضو بيؤدي للوقوع في الخطأ. تمام. يبقى احنا كده عرفنا أسباب الإدمان: ضعف الوازع الديني، التفكك الأسري، التنشئة الاجتماعية غير السليمة، غياب القدوة، البطالة والفراغ، وتأثير رفقاء السوء، والجهل بأخطار استعمال المخدر. تمام. طيب نخش بعد كده على آثار الإدمان. الإدمان طبعا له تأثيرات سلبية كتير، مش على الجانب الجسمي فقط، لا ده على الجانب الروحي وعلى الجانب النفسي وعلى الجانب الاجتماعي والاقتصادي كمان. تمام. على الجانب النفسي طبيعي ان الانسان المدمن هيحس بضعف شديد في جسمه، هيبقى فاقد للشهية، هيبقى جسمه بس عايز المخدر وبس. لازم نعرف هنا ان ربنا خلق لنا جسمنا مش علشان نأذيه. تمام. ربنا خلق لنا جسمنا وخدانا ان احنا نبقى مسلطين عليه او مسيطرين عليه، مش علشان نأذيه، لا علشان نحافظ على الوزن ان ربنا اداهالنا دي. تمام. لانه بيقول ايه، بولس الرسول بيقول ايه، جسدكم هيكل للروح القدس وروح الله ساكن فيكم، إن كان أحد يفسد هيكل الله فسيفسده الله. يبقى أنا في اليوم الأخير هتسأل على جسدي برضه، مش بس على أعمالي. ما هو جسمي ده وزن من الوزنات اللي ربنا ادهاني، مش هروح أذيه. تمام. فالإدمان طبعا بيأثر على جانب الجسم، هيبقى الجسم تعبان وهزيل وفاقد للشهية، ده غير طبعا تأثير المخدر عليه. تمام. طيب بيأثر كمان على الجانب الاجتماعي والاقتصادي. هل المدمن ده بس بيأثر على نفسه بس؟ لا، مش هو ده بس اللي بيأثر عليه، ده بيأثر على كمان على الاقتصاد بتاع الدولة. لما دولة بتحب تأذي الدولة التانية تضربهم في الشباب بتوعهم، فيبعتوا لهم مخدرات، يهربوا مخدرات عشان خاطر يبقوا شباب مدمن. والشاب المدمن مش هيبقى شاب منتج. تمام. فده بيأثر على اقتصاد الدولة. يبقى الشخص المدمن مش بيأثر بس على حاله أو نفسه، لا ده بيأثر كمان على كل الدولة، مش هو بس. تمام. بيأثر كمان مش على نفسه، بيأثر كمان على عيلته وأسرته. بيضعف العلاقات الأسرية ما بينهم وبين الشخص المدمن. كمان بيبقى شخص عنيف، فهتلاقيه طبعا مفيش علاقات خالص بينه وبين حد. هتبقى علاقته بس مع أصدقاء السوء. تمام. مش هيبقى شخص منتج، هيبعد عن الشغل، هيبقى منقطع عن الدراسة. ده برضو بيؤدي لحاجات زي البطالة والاحتياج والفقر، حاجات كتير أوي. يبقى احنا قلنا الجانب الجسمي، الجانب الاجتماعي والاقتصادي. بعد كده عندنا الجانب النفسي. طيب الجانب النفسي، المدمن بيتعرض لاضطرابات نفسية. احنا زي ما قلنا هيبقى شخص عصبي، شخص مضطرب نفسيا، بتنرفز على طول، ما عندوش القدرة على المناقشة مع الناس، يهرب من الواقع، بيهرب بالنوم، مشوش، كسلان، عنده فقدان للطموح وفقدان الأمل وبلادة. تمام. هتلاقيه حاسس ان هو مستعبد للعادة ديت ومش قادر يبطل، حاسس ان هو فاشل طول الوقت. تمام. ولما نيجي لجانب الروح هيبقى حاسس ان ربنا بيكرهه، يعني خلاص هو مش شخص كويس خالص.
فده طبعا بتحوله لشخص مضطرب نفسيا ومش سوي نفسيا خالص. تمام. يبقى احنا قلنا الآثار تاني: الجانب الجسمي، الجانب الاقتصادي والاجتماعي، والجانب النفسي. نيجي للجانب الروحي. طبعا هيبقى الغلطة الوقع في خطية واحدة هتوقعه في خطايا تانية كتير. تمام. يعني هتبعدوا عن ربنا، هتبعدوا عن الكنيسة، هتبعدوا عن الصلاة، هتبعدوا عن الأسرار المقدسة، هتخليه يخسر كمان الملكوت. تمام. فخلينا عارفين ان هي غلطة واحدة ممكن تجرنا في غلطات تانية. ماشي. يبقى احنا تاني كده قلنا غلطة الإدمان مرة تانية عشان نفتكر. اوكي، نحفظها كده مع بعض. آثار الإدمان: الجانب الروحي، النفسي، الجسدي أو جسمي، والاجتماعي والاقتصادي. تمام. نخش على نقطة تانية وهي أشكال الإدمان. إحنا قلنا إن في أنواع كتير من الإدمان زي الإنترنت والجنس والتلفزيون والأكل والمخدرات. هناخد جانب المخدرات أو الجانب الكيميائي، الإدمان الكيميائي. الإدمان الكيميائي هو التسمم بحاجات أو أدوية أو عقاقير أو حاجات طبيعية بتأدي إن هو الإنسان مش قادر يستغنى عنها. تمام. بيبقى فيه اعتماد نفسي وجسدي عليه، بيبقى عنده حالة من الرغبة القهرية إنه لازم ياخد الكمية دي، وممكن يزود الكمية دي مع الوقت. تمام. طيب، أنواع العقاقير أو أنواع الإدمان عندنا إيه؟ أول حاجة عقاقير طبية اللي هي النبات اللي بيؤدي إلى الإدمان، زي مثلا إحنا كلنا عارفين المعلومات العامة دي، زي مثلا الحشيش، البانجو، الأفيون. تمام. طيب، عندنا كمان عقاقير مصنعة من نباتات برد، بس اتضاف عليه حاجات كيميائية زي الهيروين والكوكايين والمورفين. تمام. عقاقير تخليقية. بمعنى ايه العقاقير التخليقية؟ ان هي اتعملت كدواء او لحاجة او هدف نبيل يعني، واستعملت استعمال خطأ، زي مثلا استعملوها يعني ساعات طلبة كتير في الثانوية العامة عشان يسهروا. ده غلط. الاستعمال الزيادة أو الاستعمال كتير هيؤدي إلى الإدمان. المهدئات، المهلوسات، المنوم، المزيبات الطيارة زي البلة، البنزين، الجاز. تمام. فكل دي حاجات من أشكال الإدمان الكيميائي. يبقى احنا قلنا أشكاله 3 أشكال: عقاقير طبية، عقاقير مصنعة، عقاقير تخليقية. ده شكل الإدمان اللي هو الكيميائي. طب الإدمان ده التاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو الإدمان على النت والجنس والتلفزيون والأكل والكلام ده، بنسميه بقى ده إدمان سلوكي. يبقى احنا بنقسم الإدمان كده لنوعين: إدمان كيميائي وإدمان سلوكي. تمام. وقلنا الإدمان الكيميائي بأنواعه ال3 اللي احنا عرفناها دلوقتي. طيب، ايه هو بقى الإدمان السلوكي؟ تمام. الإدمان السلوكي هو إنه الإنسان بيدمن على سلوك معين، سلوك خاطئ معين. تمام. الإدمان السلوكي بقى اللي هو أنا بدمن على سلوك معين، بفضل ماشي فيه بطريقة معينة، يعني حتى ما يبقاش عندي إرادة إن أنا أبطلها. بوصل لدرجة شعور باللذة مع مرتبط بهذا السلوك السيء، زي مثلا إدمان الإنترنت. يبقى الإنسان يقعد ساعات طويلة قوي، ممكن 10 ساعات، ممكن أول ما يصحى لحد ما ينام يفضل قاعد على النت، قاعد على السوشيال ميديا. إدمان الجنس إن هو يفضل قاعد يتفرج على أفلام إباحية طول الوقت. تمام. إدمان التسوق مع الإنترنت، على طول إيده على اللي هو الشراء من سوق أو جوميا أو يعني كان اللي بيشتري منه. دي كلها بتحول الإنسان مستهلك، إنسان مضطرب اجتماعيا، بتحوله لإنسان منطوي ما بيعملش أي علاقات اجتماعية. تمام. طيب، هنرجع لموضوع الإدمان الكيميائي. في نقطة بس عايزين نأكد عليها اللي هي مراحل الإدمان الكيميائي. احنا قلنا العقاقير بتاعتها ايه. هنرجع بس للنقطة دي.
اللي هي مراحل الأربعة للإدمان الكيميائي. هي مرحلة أول حاجة التجربة، تمام، مرحلة التجربة اللي هو لسه بيجرب، بعد كده التعاطي اللي هو بيفضل يجرب الموضوع، بعد كده طبعا خصوصا المخدرات الكيميائية بتحتاج لفلوس عشان يشتريها، فبتأدي إن هو يشتري الموضوع ده، يحتاج لفلوس، ممكن يسرق بسبب الموضوع ده، وممكن يضطر إن هو يشتغل في المخدرات عشان يجيب فلوس يشتري بيها المخدر الكيميائي ده. بعد كده مرحلة ضرورة المخدر لاستمرار الحياة، خلاص هي كده بقت حاجة أساسية من أساسيات الحياة بالنسبة له، ما يقدرش يستغنى عنها. يبقى دي مراحل الإدمان الكيميائي: التجربة، التعاطي، الانشغال بالمخدرات، وبعد كده بقى أصبحت ضرورة من ضروريات الحياة. نرجع تاني بقى لموضوع السلوكي. احنا طبعا الإدمان السلوكي مرتبط بالبعد عن ربنا، تمام، والفراغ، لأنه لو منشغل ما عندوش وقت فراغ مش هيفكر نفسه بتاعه، يربط حياته بيها، يشغل وقته ويحاول ينمي نفسه، كورسات ينمي موهبته، أيا كان، المهم ما يسيبش له وقت فراغ، خصوصا في مرحلة المراهقة، تمام. طيب زي ما احنا قلنا العقل الفاضي مهمل في الشيطان، تمام. طيب نكمل علامات الشخص المدمن بقى. عندنا شخص المدمن هتلاقيه فجأة بقى عنيف، غضوب، ما بيعملش علاقات اجتماعية، منطوي، أصدقاء السوء، حالته المزاجية مضطربة، بيكذب، بيسرق، تغيير مفاجئ في نمط الحياة بتاعه، معادش بينام طبيعي زي الناس، غياب متكرر سواء عن العمل أو عن الدراسة، تمام. بيتواجد دايما بره البيت في أوقات كبيرة جدا، عصبية زايدة، يطلب فلوس كتير، فقدان شهية، فقدان وزن، كل ده سواء في العمل أو في الدراسة، كل ده علامات الشخص المدمن، تمام. طيب نوصل بقى لطرق الوقاية وعلاج الإدمان، بس قبل ما أوصل لها أنا عايزة أقول لكم نقطة صغيرة. إحنا اتفقنا إن في إدمان الكيميائي والإدمان السلوكي، تمام. الإدمان الكيميائي علاجه إن هو دلوقتي ممكن ياخدوا الشخص المدمن ويروحوا للأماكن اللي هي ممكن يتعالج فيها المدمن، لأن طبعا دي بتاخد وقت عشان يسحبوا من دمه المخدر. العلاج السلوكي احنا عندنا فرصة تانية، اللي هو أنا أقدر أنا بإرادتي، سواء ده أو ده، لازم يبقى فيه إرادة للبني آدم إن هو عايز يبطل الموضوع ده أصلا، تمام. ف الإدمان المخدر له علاجه، والإدمان اللي هو السلوكي له علاجه، بس هي الفرق إن السلوكي أنت في أي وقت ممكن يبقى عندك الإدمان ده، وبس ممكن ما يكونش اللي حواليك واخدين بالهم من الموضوع ده، بس انت اللي ممكن تعرف، في نفس الوقت انت اللي تقدر تعالج نفسك بإيدك، ان انت تبقى عندك إرادة ان انت تبطل الموضوع ده. حتى السوشيال ميديا بيبقوا محددين كده في الفيس او اي سوشيال ميديا تاني، مثلا انا القعدة عليه، هو اتعمل عشان فترة ترفيه صغيرة، مش عشان تفضل قاعد عليه طول الوقت مدمن، تنزل انت اكلت ايه وشربت ايه وعملت ايه وكل الحوارات دي حاجة مش طبيعية، تمام. فبالنسبة للإدمان السلوكي أنت المتحكم، أنت اللي تقدر بإرادتك إن أنت لا أنا على النت أو إدمان الأفلام الإباحية أو أيا كان، أنا لا أنا مش هعمل كده، فهي محتاجة إرادة منك أنت، تمام. طيب نخش بقى على طرق الوقاية والعلاج الإدمان. الوقاية من العلاج إن أنا أعرف إن إحنا نبعد الطرق اللي تخلينا نبعد عن الموضوع ده، ما احنا هنعرف طرق الوقاية، ودوري كفرد أنا بقى كشخص، أنا أقدر أعمل إيه عشان في وقاية من الإدمان
لأي حد من اللي حواليا. تمام. أول حاجة الوقاية من الإدمان بتتم في حاجات معينة أنا مسمياهم فيتامين ت. إيه فيتامين ت ده بقى؟ تنوير، توعية، تعليم. نقول مع بعض: توعية، تعليمات. تمام. يبقى احنا عندنا كده تنوير. أعرف إنسان بمخاطر الإدمان ده. في ناس متبقاش بسيطة، بتبقى مش عارفة يعني إيه إدمان، إيه يعني أما أخد حباية منوم كل يوم مثلا، يعني مش عارفين. تمام. يبقى أول حاجة، تاني حاجة أول حاجة سوري التنوير، عادة الإدمان وإزاي يعني أنجم الموضوع دوت، إن أرتبط بربنا، أرتبط بالكنيسة، أتحكم في نفسي، أزود قدرتي وإرادتي، إن أنا أتحكم في نفسي عن طريق الصوم والصلاة. ده بيخلي الإنسان عنده إرادة وقوة. تمام. أشغل وقتي طول الوقت دافع عن نفسي، سواء كورسات أو أيا كان. طيب أنا بقول تعليمات ل3 نقط أو فيتامين هو تنوير، التوعية، التعليمات. ايه دوره ايه في المجتمع، او دور الأسرة علشان نعمل الوقاية. أول حاجة دور الفرد. دور الفرد إن هو يرتبط بربنا، يرتبط بالكنيسة، يصوم، يصلي، الارتباط بالممارسات الروحية، يشغل نفسه زي ما احنا اتفقنا. احنا العقل الفاضي ما عمل الشيطان، انا بكررها لكم لان ده السبب الاساسي في الادمان. تمام. الفراغ. لكن لو انسان شاغل نفسه طول الوقت، مش هيحاول ان هو يطلع ضغوطه في شكل انه حاجة تانية سيئة زي دي. لان كل الناس عندها ضغوط، بس عن اتعامل او عشان يغطي بالصوم. تمام. واقمع جسدي واستعبده، زي ما بيقول بولس الرسول: انا اللي بتحكم في جسدي، انا اللي بتحكم في اهوائي، انا اللي بتحكم في شهواتي، مش العكس. تمام. طيب انشغل بالدراسة والسعي للتفوق، يعني اخلي عندي طموح، يعني ارفع سقف طموحاتي، ابقى عايزة ابقى احسن، عايزة ابقى الاول، سواء في شغلي، في دراستي. احدد اوقات معينة انمي فيها نفسي، اخد كورسات، استغل موهبتي. احدد اوقات معينه لاستخدام النت، مش هبقى طول الوقت عايش في النت يعني. تمام. ما بقاش عايش في مجتمع افتراضي، انا اصلا في مجتمع حقيقي انا عايش فيه، مش هخلق لنفسي مجتمع تاني كده واعيش فيه بعيد خالص عن الواقع. تمام. طيب تاني حاجه دور الاسره. الاسره عليها دور اساسي، هي السبب وهي العامل الاساسي. أقدم قدوة حسنة للولاد. البنت أو الولد في مراحل معينة بيحتاجوا إنه يبقى الأهل مرتبطين بيهم، الأم تبقى صاحبة بنتها والأب صاحب ابنه. يعني مش دوري بس كأم أو أب إن أنا أعمل الأكل بالطبخ أو أروح أجيب الفلوس للأب. لا، ده مش ده الدور الأساسي. الدور الأساسي إن أعمل علاقات حلوة، أقرب فيها من الولاد، أقدم فيها قدوة حسنة، يقدروا يشاركوني فيها مشاكلهم وضغوطاتهم، يقدروا يناقشوني وأرد عليهم، يسمعوني وأسمعهم. أقضي وقت، يبقى في علاقات اجتماعية، علاقة أسرية، نقدر نحل مشاكلنا فيها مع بعض، يبقى في جو من الهدوء والسلام، مش هدور على المحبة والسلام بره. تمام. فهي الأسرة هي الأساس. يبقى احنا كده قلنا دور الفرد، قلنا دور الأسرة. طيب بعد كده عندنا دور الكنيسة. تمام. الكنيسة دورها ايه؟
احنا محتاجين أنشطة، الكنيسة تعمل لنا أنشطة، تعمل مسابقات، احنا في مهرجان الكرازة يقدر الكل يشترك فيه، عندنا يبقى في النوادي، بدل ما نروح نقعد على القهاوي يبقى في نوادي تجمعنا مع بعض داخل الكنيسة، يبقى فيها أنشطة روحية وحاجات هادفة، يبقى فيها كورسات ممكن نتعلم فيها حاجة مفيدة لينا، تشغل وقت فراغنا، يبقى في حاجات تقوي الإيمان، اجتماعات تأصل القيم كويسة في نفوس الشباب، فبالتالي لما يبقى إنسان سوي نفسيا اجتماعيا، أسرته كويسة، الكنيسة ملياه، مش مهما حصل من إجراءات أو أيا كان مش هيروح في سكة غلط. تمام. في نفس الوقت الكنيسة حلوة يبقى فيها دور علاقات اجتماعية بدل القعدة على النت طول الوقت. تمام. طيب يبقى احنا قلنا دور الفرد، دور الأسرة، دور الكنيسة. طيب علاج الإدمان زي ما أنا قلت لكم قبل ما نخش في طرق الوقاية، إن في العلاج الطبيعي اللي بيبقى للي هم مدمنين المخدرات، بيبقى في برامج علاجية معينة، في برامج في مراكز متخصصة أو مصحات علاجية بيقدروا يسحبوا من المدمن المادة المخدرة منه، بس طبعا بتاخد وقت وعايزة إرادة وبتبقى حاجة صعبة. بيبقى في عيادات خارجية، ودلوقتي الدولة بتبقى مخصصة كمان حاجات أو عيادات أو مصحات علاجية معينة للناس اللي حابة تتعافى من الإدمان، وبتعمل لهم خطة علاجية، وبتوفر لهم كمان للناس اللي ما عندهمش شغل أو كده، بتوفر لهم بعد كده خطط كويسة يعني. بس بالنسبة للإدمان السلوكي أنا زي ما قلت لكم أنت اللي ليك الإرادة، يعني أنت الحر، أنت اللي تقدر تقول لا أنا هقف مش هعمل كده، أنا هقف مش هفضل قاعد طول النهار على السوشيال ميديا، أنا مش هفضل مدمن على الأكل. تمام. فهي الإدمان السلوكي محتاج إرادة أكتر، لأن أنت اللي بتتحكم فيها، ولأن ممكن ما يكونش اللي حواليك أصلا مدركين إن أنت عندك إدمان سلوكي. لأن الإدمان بالمخدرات احنا قلنا هو الأوضح شوية، لأنه زي ما قلت لكم بيحصل التجربة بعد كده التعاطي، وبعد كده بيحصل إن هو بيتغير تماما. لكن لما نيجي للإدمان السلوكي هتلاقي معظم الناس عندهم إدمان سلوكي، معظم الناس عندها هوس في السوشيال ميديا يعني، فممكن إن الناس تفكر إن هو ده حاجة عادية، بس هو مش حاجة عادية يعني، ده نوع من أنواع الإدمان السلوكي. فعلشان كده هو أنت اللي تقدر تتحكم في نفسك، أنت اللي تقدر تقول ستوب وتغير من حياتك. تمام. طبعا الموضوع ده موضوع الإدمان بيختلف درجة، يعني ده هو درجات، يعني بيختلف من واحد للتاني يعني، وطبيعة المدمن طبعا. تمام. احنا كده شرحنا الدرس المرة التانية، هتلاقوه متسجل، للي محضرش الدرس يقدر يرجع له ويتفرج عليه. هسيب لكم دلوقتي على طول الفورم الواجب علشان تحلوه على طول، ويبقى المعلومة كده ثبتت، يعني ما تستنوش ما تتأخروش في الحل، لأن أحسن حاجة إن انتوا تذاكروا وتسمعوا الدرس وخلاص حفظناه مع بعض على طول اوتوماتيك نحل عليه، فالمعلومة تثبت في دماغنا. اوكي. لو حد محتاج اي حاجة او محتاج اسئلة يسيب لي في كومنت على التيم بتاعنا، وهسيب لكم برضو الباوربوينت ده بتاع الدرس عشان تذاكروه. تمام. لو محتاجين اي حاجة سيبوا لي كومنت وحلوا الفورم على طول. اوكي. نشوفكم في درس تاني. باي باي.